اهلا بكم كل متابعيني ومتابعين قناه كل يوم مع رشا العربي. النهارده كده بقى هنعمل كارته. تمام. كان عندي شويه الحاجات دول. تمام، يعني انا مش جايباهم لسه، لا كانوا عندي وكنت عاملاهم، فقلت بدل ما يتركنوا كده لا نعمل بيهم ايه، الكارته اللي احنا بنعملها واحطهم عندي في المحل وهيتباعوا. والاطفال بتحب طبعا الحاجات دي. معانا مثلا زي عجله، معانا العروسه وجواها لبانه. تمام، معانا الاشكال دي الاطفال برضو بتحبها. تمام، معانا الشنطه ديت اللي بيبقى فيها اللبانه من جوه اهي. تمام. معانا الكوتشينه، معانا الكوتشينه اهي، وحاطه انا جواها فرشه كده البنات تفرح بيها. تمام. كنت عامله شويه حاجات فقلت ايه نستفيد بيها بدل الركنه بتاعتها. معانا النحله ديت، معانا الاشكال الحلوه دي، كل الحاجات دي الاطفال بيحبوها. كمان كنت عامله الشيكا بن برضو اهو. بصوا انا بشوف معاكم كده الحاجات اللي انا كنت عاملاها. معانا اليويو دوت بتاع الاطفال بيحبوه جدا. تمام. اهو شيكا بن برضو تاني اهو. بصوا يا جماعه كل دي فلوس، يعني الحاجات دي كلها كده فلوس، هتطلعي كده فلوس وانتي قاعده والله ببلاش. اي نعم الحاجات زادت والاسعار رفعت، يعني لما تروحوا تجيبوا كيلو مثلا من الشنط ديت او كيلو مثلا من العروسه دي اهي. تمام، هتروحوا تلاقي الكيلو زاد فوق تقطع 20 جنيه كمان. تمام. كل حاجه زادت يا جماعه، مش الحاجات دي بس، كل حاجه زادت. بس احنا مش هنستسلم بقى ونقول خلاص عشان الحاجه زادت احنا والله ايه ما هنشتغل وخلينا قاعدين ومش هنعمل حاجه ونيأس. يا جماعه بلاش اليأس، اشتغلوا وقولوا يا رب، ربنا والله ما بيسيبش حد وبيرزق الجميع. لو عملت شويه الحاجات دي كده وانتي قاعده في بيتك هيجيلك فلوس وانتي قاعده كده. بصي يعني مش هتتعبي في حاجه. التسويق مش صعب يا جماعه، من الناس اللي بتكتب لي في الكومنتات وبتقول لي انا مش عارفه اسوق. التسويق مش صعب خالص. اسعى يا اسعى يا عبد وانا اسعى معاك زي ما بيقولوا. فيا جماعه اسعوا والله ربنا ما بينساش حد ابدا. تمام. والناس اللي هي في المحافظات اللي بتبقى مش عارفه تجيب الحاجات دي، تمام، انا ممكن اجيبها لكم. والناس طلبت مني الحاجات دي قبل كده وجبت الناس، بس كنت شغاله بصراحه جوه القاهره بس. النهارده بقى من خلال الفيديو ده انا بقول لكم اللي عايز حاجه للمحافظات في توصيل، متاح توصيل دلوقتي للمحافظات. تمام. وان شاء الله ربنا يا رب ييسر الجميع. يلا بقى عشان طولتوا عليكم هنعمل ايه دلوقتي. قلت لكم الحاجات دي كنت عاملاها قبل كده. هنجيب بقى الكارت اهيت وهنجيب السولوتيب بتاعنا ونبتدي نلزق زي ما انا عودتكم قبل كده حاجات اهي زي كده بالطريقه دي. تمام. طبعا انا قايله لكم قبل كده كتير ان انتوا هتطلعوا حسب الكارته بتاعتكم. يعني الكارته مثلا لو عملت 24، تمام، هتبيعه ب22. تمام. وتسيبوا 2 جنيه مكسب للبياع اللي بيشتري منكم. تمام. اهو انا بوريكم هلزقها ازاي، لسه ما لزقتهاش بس بوريكم الشكل بعملها ازاي للناس الجديده اللي اول مره بتشوفني. احنا الحاجات دي عملناها كتير قوي عندي في القناه. تمام. وانتوا عارفين بتتعمل ازاي، فدي سهله، يعني حاجه سهله وحاجه بسيطه وما بتاخدش معاكي اي غلبه خالص اهي. تمام. مثلا كده اهو. خلاص هنعمل بقى كام كارته من دول حسب العدد اللي معانا ده، وبعد كده هوريهولكم واقول لكم انا عملت ايه. خليكم معايا. بصوا كده خلاص عملنا الكارته بتاعتنا اهي. دي ما كانش فيها البالونات دي، لكن انا ضفت لها كده لزقتها كده عليها عشان تدي برده جذب كده للطفل، والطفل بيحب طبعا الحاجات دي فيشتريها على طول. في بقى بالونه، في زي ما قلت لكم كوتشينه حاطه فيها البانه، الطفل برده يلعب وياكل حاجه حلوه فبيفرح جدا طبعا بالحاجات دي. تمام. بصوا بقى الكارته دي عملتها مختلفه شويه كده بالعرض اهي. تمام. بتشكلوا بقى حسب ما انتوا عايزين، يعني حسب الحاجات اللي انتوا بتعملوها، حسب الالعاب اللي انتوا بتجيبوها. تمام.
ودي كمان كارت اهي. تمام. والكارتة الأخيرة دي متحطوش كله شكل واحد علشان لما بتكون مشكلة كده بتبقى شكلها أحلى وبتجذب الأطفال أكتر يعني. وكمان عشان يقدر الطفل يختار اللي هو عايزه، يبقى عنده كده حاجات منوعة يقدر يختار اللي هو عايزه. الحاجات اللي انا وريتها لكم ديت عملت معايا 4 كروت دي ما شاء الله. بصوا عندكم الكارت ده 22. تمام. لو جاب معاكم 22 كده كيسة من دول، تمام، هتبيعوه ب20 وهتسيبوا 2 جنيه للبياع زي ما انا معوداكم. اللي بتسيبوا حته كده من فوق، يعني مثلا ادي الكارت اهي، بتسيبوا الحته دي فاضيه علشان البياع يقدر اللي هو يعرف يعلقها يعني. تمام. بس الموضوع سهل جدا ومفهوش اي صعوبه. بتنزلوا تشتروا شويه حاجات من الالعاب اللي انا وريتها لكم دي زي كده اهي، وبتعملوا بقى زي ما قلت لكم. تحطوا الشيكابون، تحطوا البانه مثلا في الشنطه، في العروسه، كوتشينه، ميكي ماوس، الحاجات دي كلها. واللي عايز الحاجات اللي هي زي دي وعايز يبتدي مشروع يا جماعه ومش قادر يجيب الحاجات ديت علشان هي بعيده عليه زي الناس اللي بتبقى في المحافظات، انا ممكن اجيبها لكم، لان ناس بتطلب مني الموضوع دوت. انا بقول للناس الجديده اللي هي مش عارفاني احنا بنشتغل جمله يا جماعه وبقلل اسعار بما يرضي الله. صدقوني انا ما بغليش على اي حد خالص، الحاجات دي كلها انا ببيعها جمله ويعلم ربنا انا بكسب فيها قليل ازاي، بس ما عنديش مشكله. ليه؟ لان انت لما بتكسب قليل بس عندك الحمد لله مصداقيه للناس، بتتعامل معاك وخلاص. في ناس معايا بقالها كتير جدا بتتعامل معايا وعارفه شغلي ازاي وعارفه اسعاري عامله ازاي. واهم حاجه عندي هي تظبيط الشغل بتاعي، يعني انا ما بطلعش اي حاجه ما تكونش كويسه. الكارته لازم تكون نظيفه جدا كده. يعني انا باجي انزل اشتري الكروت دي يا جماعه، بنزل اشتري كروت تكون شكلها حلو، مش اي ورقه وخلاص. الورق ده الكروت دي بتتباع بالكيلو، دي بتتباع بالكيلو طبعا في بين الحارات بالنسبه برضه للناس اللي عايزه. فانا بنزل اشتري الحاجات دي، بختار الاشكال الحلوه، بختار الاشكال اللي هي مش مشكله ممكن تكون اغلى شويه بس تكون خامتها حلوه. بس اهم حاجه عندي ان الشغل بتاعي يطلع كويس جدا وشغل نضيف وشغل مميز والحمد لله. وربنا يبارك يا رب في شغلي وفي شغل كل الناس وكل الناس اللي عايزه تبتدي ان شاء الله. ما تخافوش، يلا ابتدوا وربنا معاكم ان شاء الله وربنا يرزق الجميع. اي استفسارات عايزينها اكتبوها لي بس في الكومنتات وان شاء الله هرد على كل استفساراتكم ومفيش اي صعوبه ان شاء الله في التسويق زي ما قلت لكم قبل كده. واللي عايز حاجه يا جماعه يكتب لي في الكومنتات وانا برد على كل الناس. يلا ان شاء الله بالتوفيق للجميع. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد في قناتي، قناه كل يوم مع رشا العربي. باي باي.